السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة وعمر العالمية، أخبارنا العالمية والمحلية. السوبر المصري في الإمارات، الزمالك وبيراميدز، الأهلي والسيراميكا. هنتكلم الأول عن الزمالك وبيراميدز. المباراة الأولى انتهت بالتعادل 1-1. مباراة غريبة وعجيبة، يعني تحس كده هو إن الزمالك داخل هيفوز. كل الزملكاويه هيفوز، اغلبيه الاهلاويه الزمالك هيفوز. ليه؟ لان يعني مش عايز اقول كعب الزمالك عالي شويه عن البيراميدز. يعني بيراميدز يلعب والزمالك يفوز مباريات كتير، يعني قليل لو انا شفت ان الزمالك فاز على بيراميدز. ولكن مش ده معنى، او مش معنى إن الزمالك احسن من بيراميدز او اللعبه، ده بالعكس. بيراميدز سكواد عالي، بيراميدز قدم مباراه قويه النهارده جدا، ولكن سوء الحظ. فعلا بيراميدز ما عندوش حظ. بيراميدز الهدف الاول كان ممكن يهدف تاني وتالت كمان. ضربة جزاء غريبة وعجيبة من رمضان صبحي، تخبط في العارضة. أول سوء الحظ. ترجع المفروض تدخل جون عارضة من جوه، وتخش جون تخبط في عواد وتطلع بره. هدف في الثواني الأخيرة، الحكم على الفار في ثواني، كان ماتش 10 ثواني، حسبها في صيد. الله اعلم، احنا محدش اتاكد السن اوف سايد، الله اعلم ممكن يكونش اوف سايد. انا لحد الان ما اعرفش اوف سايد ومش اوف سايد، وما سمعتش كمان اوف سايد ولا لا. لكن يعني على الاقل نشوف، احنا نتاكد انها اوف سايد ولا مش عارف. انا شايف ان اوباما جاي من بعيد من ورا شويه، اللاعب اللي قدامه اوف سايد ماشي، الله اعلم. كمان ضربه جزاء لمصطفى فتحي، ما اعرفش ازاي المدرب، المدير الفني، او المدربين اللي معاه يخلوا مصطفى فتحي يشوط. كله اجمع ان مصطفى فتحي هو داخل هيضيعها. نفس الكوره بالظبط بتاع السنه اللي عدت بالملي، شهر 10 11 في الكاس دور قبل النهائي. تعادل 3-3 الزمالك وبيراميدز، وبيراميدز برضه كان بيتقدم. مصطفى فتحي دخل ضيع ضربه جزاء، نفس المكان ونفس الحارس ونفس الشوطه. يعني ازاي مصطفى فتحي يعني ما اعرفش، ما عندوش ايه الحكايه اللي في مصطفى فتحي. موضوع غريب يعني. فمبروك نادي الزمالك الصعود للنهائي السوبر المصري لمقابله الاهلي اللي لعب النهارده مباراه امام سيراميكا. مباراه عجيبه وغريبه، وبالذات الشوط الاول تشكيله غريبه، تشكيله عجيبه. ما اعرفش ايه الهدف من كولر، طبعا الله اعلم. الاهلي النهارده الشوط الاول يعني مش عايز اقول ما جاش، ممكن يكون كولر مجهز حاجه للزمالك، والله اعلم. مصطفى شوبير، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، عمر كمال، يحيى عطية الله، نص الملعب ندفت، أكرم توفيق، قفشة، إمام عاشور، عندك بيرستاو وطاهر. 4-4-2 أو 4-3-2، 4-3-2-1. التشكيلة اللي لعب تشكيلة غريبة، مفيش مهاجم، بيلعب باثنين مهاجمين بيرستاو وطاهر، وراهم قفشة وإمام، وراهم أكرم وندفد. الندفد له فترة ما لعبش. تشكيلة غريبة كمان. سيبك يعني ايه الاماكن، سيبك من الاماكن ان هو ما لعبش بثلاثه زي ما بيلعب. عندك مهاجم وجناح يمين وجناح شمال، لكن ان قعد لعيبه بحجم مروان بره، وسام بره، حسين الشحات بره، ده الاغرب. اشرف داري طبعا ما لعبش. عندك كذا لاعب النهارده ما لعبش، يعني المفروض وسام. طب انت ما بداتش ليه مهاجم؟ رضا سليم. ولكن كويس ان الاهلي اتقدم في الثواني اول 10 ثواني. يمكن اول هدف واسرع هدف في السوبر. تعادل سيراميكا، لعب مباراه قويه جدا، مباراه قفل فعلا في على لعيبه الاهلي. والضغط كان عالي على لعيبه الاهلي، وقدر يسجل هدف من اخطاء بالجمله من الدفاع ونص الملعب. نص الملعب تحس ما جاش في النادي الاهلي النهارده. الشوط الثاني الاهلي هدف تاني لطاهر، ولكن التغييرات هي اللي خلت الاهلي مسك الكوره. تغييره مروان اللي احنا قلناها، حسين الشحات، مروان، وسام، هي اللي خلت الاهلي رجع للمباراه. وانتهت المباراه 2-1. مبروك النادي الاهلي لمقابله الزمالك يوم الخميس السوبر المصري. نتمنى ان شاء الله الفوز لنادي الزمالك، ونتمنى ان المباراه تكون قويه.
يعني كولر لازم يعيد حساباته في التشكيله بالذات. ان شاء الله الخميس هتبقى مباراه قويه جدا، والاهلي باذن الله ما يتنازلش عن هذه المباراه. اتمنى ان تكون ساعدتم بهذه الحلقه. لايك وشير ودعم القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.